البيوت يا جماعة قولوا يا ربي لك الحمد، اللهم أدمها علينا نعمة. والله من اللي شفناه هناك في الزلزال في المغرب واحد يقول الحمد لله، ألف الحمد لله وشكر. والله يا رحلتي هذه إلى المغرب بالنسبة لي مدرسة. أولا أول مرة أشوف زلزال، أول مرة أشوف مصيبة بهذا الحجم بهذا الضخامة، منطقة كاملة كل ما تلفت ما في طوفة إلا ومنهدمة على شيء، يعني مو منهدمة اما في وفيات تحت او في بهايمهم واعز ما يملكون من اموال من اثاث من شغلهم داخل ومو قادرين يوصلها. والدفان لما تقول 3-4 طوابق ومو بيت واحد كل البيوت، فيصير كل ثروتهم مدفونة 4-5 امتار تحت. هذا طبعا غير الوفيات، وهذه المصيبة الأعظم. يعني في واحدة من القرى زرتها ما في بيت، ما في بيت واحد إلا وفي متوفي 1 أو 2 أو 3 أو شفتوها يمكن واحدة منهم 14 حالة وفاة من أقربائها، خواتها 2 وعيال أخوانها وعيال خواتها راحوا كلهم. الله يعوضها إن شاء الله. والأجمل من هذا كله والله شفت في عين المغاربة احتساب وصبر، شيء جبار فعلا، وهم فعلا مؤمنين بأن هذا بحكم انه جاي من عند الله سبحانه وتعالى. يعني اللي حصل لهم كارثه مو بسبب حرب او بسبب يعني بشر، لا، دام انه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى مرحبا بما قدر الله. ويمكن هذا شفتوه بفيديوهاتي وتغطياتي، شوفوا شلون الصبر عندهم، يا مرحبا بما قدر الله وصابرين وشاكرين. هذه كلامهم هذا اللي دائما يرددونه. فعسى رب العالمين العفه، بمعنى هم يدرون الحين هم محتاجين ترى لما اقول لك محتاج في وقت المصيبه، محتاج لاي شيء، محتاج لماي، لاكل، لخيمه، اي شيء، لانه طوارئ ووقت محدود يبي واحد بس. ومع ذلك هم يدرون ان احنا جمعيات خيريه، ما شفت واحد، حتى هذا الكلام حتى احنا بالباص نسولف الربع كلهم، ما شفت واحد خذ واحد بصوب وقال لا نحتاجين هالشيء الفلاني، ولا قال ولا شيء. يعلم الله فيهم عفه عجيبه جدا، ما يطلب ولا شيء. أقول لكم والله هذا شيء، وهذا فعلا الشيء اللي وجدته. لقيت عندهم الكرم، لقيت عندهم الترحيب، لقيت عندهم الصبر والاحتساب والعفة. ما شفت أحد طلب شيء. حتى أنا يعني أنا أقول لكم صراحة أن بعض الأشخاص مو أطلع معاه فوق الركام وأروح وأوصل بيته وأكون أنا وياه بروحنا، قد يكون تقول والله ما في أحد، فهو ممكن يقول لي محتاجين ترى شيء فلاني، أو يعني مثل ما تقول بيني وبينه أنا بس. ما شفنا هذا الشيء أبدا. يعلم الله هذا اللي واجهنا. سبحان الله، ربي كاتب ان اللي يتضرر من الزلزال هم يمكن الاشد حاجه، او البسطاء اللي صايرين في القرى. الزلزال ضرب في جهه الجبال، والجبال في جنوب مراكش قرى متناثره على الجبل ودروبها صعبه، وغير كذي اصلا هي مبنيه من حجاره، فلذلك الزلزال دكهم دك، يعني كل البيوت ساوت بالارض لانها كلها مبنيه من الحجاره. فعسى ربي يكون في عونهم وييسر امرهم ان شاء الله.